كيف عرفتم صورة السيد المسيح؟ يعني هناك صور للسيد المسيح معلقة في اغلب الملل، يعني مش في ملة واحدة. لا ننسى ان لوقا الطبيب كان رسام، رسم السيد المسيح، رسم صور كثيرة لانه كان فنان رسام. ولكن الحكايه اللي انتوا دايما بتحكوها بتاعت انه هو شايل الصليب وهو ماشي، جه حد يمسح وشه فطبع وشه، فدي كانت معجزات بالظبط. والمنديل موجود في المتحف بتاعه في فرنسا. ملامح الوش طبعا مش دقائق، لان لما تحط المنديل خد العرق والدم، لكن ما خدش مثلا الملامح لون العين. انما انتوا في صوره لوقا اللي رسمها السيد المسيح. طب ليه بيتغير صورته من كنيسه لكنيسه؟ يعني اذا كان في صوره واحده رسمها واحد، يعني طبعا القياس مع الفرق، يعني اي شخص يتم تصويره بيبقى ليه شكل واحد. يعني انا بجد حتى ان انا مثلا دخلت كنائس في امريكا بتاعت اخواننا من السود، هناك مسيح اسود. بالظبط، كل بيتخيل المسيح حسب كانه هو، لكن الصوره الاساسيه معروف المسيح شكل يهودي، واليهود معروف انهم شكله قمحي وعينيه عسليه. الامريكاني يرسم عينيه زرقاء، الايطالي يرسم عينيه زرقاء. طب انتوا مشكله في كده انه يعني لا يرسم زي ما عايز، ما عندناش مشكله. اصل دي ما بتخش تحت بند الحرمات. لا خالص، لا. انا رحت في سويسرا ولقيت تمثال السيدة العذراء شايله المسيح اسود خالص، وشفته عريضه، السيدة العذراء عريضه والمناخير فاطسه، لان الناس السود يحبوا كده، لان الناس السود يحبوا كده، لان الناس السود يحبوا كده.